بص فهمني انت عايز ايه. يعني فهمني انت عايز ايه وانا ارد عليك بناء على وجهة نظري واللي انا عارفه. على سؤالك، انت ممكن تبقى في ثانوية عامة ضايع مش عارف انت رايح فين وجاي منين وهتشتغل ايه وهتشتغل بكام، وممكن تبقى حاطط لنفسك، لان انا عن نفسي كنت عامل كده. كنت فعلا عايز ادخل كلية اسنان، كنت كاتب والله بيخش له في الشهر كذا. ما ينفعش اعمل الكلام ده، وانت ما ينفعش تعمل الكلام ده. لو انت بتعمله ما ينفعش. انت اتخرجت من ثانوية عامة، انا عايز اقول لك حاجة. الحياة صعبة. ثانية بس عشان العربية بتعدي. الحياة صعبة جدا، العالم كومبيتيتيف. علشان تشتغل شغلانة حلوة في كذا واحد عايز يشتغلها، لازم تبقى تحفة. مش مجرد ان انت بتعرف تعمل الحاجة دي. لو انت بتعرف تعمل الحاجة دي وصاحبك بيعرف يعمل الحاجة دي ومعاه لغة مثلا، او الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، او حتى جسمه احلى يعني ان شيب كده وحلو، هياخدوه. انا عايز اقول لك ان العالم كومبيتيتيف جدا، ومفيش حاجه اسمها خلاص انا اتخرجت من ثانويه عامه اخش كليه بقى واقضيها شهاده مؤهل اشتغل في البنك اللي انا عايز اشتغل فيه لان انا تجاره. ما عادش الكلام ده. العالم كومبيتيتيف، في اعداد رهيبه جدا بتتخرج، ودي من وجهه نظري مش شرط، مش statistics ولا انا عامل دراسات. ده من اللي انا شايفه. فاهم قصدي؟ ف العالم كومبيتيتيف جدا الايام دي، والدنيا صعبه، وده شعار الفيديو دلوقتي. فانت فهمني انت عايز تعمل ايه. انت قول لي انت عايز تعمل ايه، وانا اقول لك. عايز تدخل كليه ألسن، طيب عايز تدخلها ليه؟ عشان تتعلم لغه ممكن تتعلمها بره. ايوه انا بقول لك ممكن تتعلمها بره. طيب انت شايف ان هو احسن ادخل كليه ألسن ولا لا؟ والله دي بتاعتك، بس انا اوضح لك. لو انت ما بتعرفش تعمل حاجه غير لما تكون مضطر تعملها، خش كليه ألسن. طب لو انت بتحب مثلا تتعلم صيني، انا اي مين ات، لو انت بتحب تتعلم صيني وخلاص مقفله معاك ان انت تتعلم صيني، انت ممكن. يعني انا ما جربتش اتعلم صيني، بس الاكيد انا كنت هقول انت ممكن تتعلمه اونلاين، بس انا قلت ممكن الصيني يبقى صعب شويه فاحنا محتاجين كورس. الاكيد ان انت ممكن تتعلمه بره الكليه، ده قصدي. فانا مش فاهم انت عايز تعمل ايه. انا عايز افهمك ان الدنيا اصبحت بجد محتاجه تحصل اوفر، وخصوصا في مصر. فانا شايف ان ألسن كليه حلوه جدا في مصر، لانها بتديك لغه جنب اللغه العربي، وده ممكن يسمح لك بفرص كتيره جدا زي فرص السفر. ممكن تشتغل، تقدر تفتح بيت، تقدر مش عارف ايه. يعني مجرد سكيل ان انت بتتكلم لغه، ده سكيل ومتشاف، ممكن يشغلك في سكيلز تانية. طب ما كل الناس بتعرف تعمل ده، طب ما كل الناس متخرجه من الحته دي. فانا شايف ان اللغه دي حاجه كويسه، سكيل فعلا يعني تملأ ايدك منه. ولكن انا شايف ستيل ألسن ما ينفعش تبقى طالع. هو ينفع، بس انا شايف ان هو مش كفايه ان انت تبقى طالع يعني كل اللي انا بتعلمه والله انا بتكلم انجليزي جنب العربي مثلا. انا مش شايف ده. لو عندي نصيحه اقولها لك، انا شايف ان انت انجلش يعني انت خلصت ثانويه عامه، انجلش 100% لازم تظبطه. والله بقى عايز نصيحتي، انا شايف ان انت تخلص ثانويه عامه وتسافر اصلا، بس لو انت ما عندكش الفرصه دي دلوقتي خلاص انجلش يتظبط. حاول تتعلم لغه تانية تكون ليها لازمه. لو انت قررت تخش ألسن خلاص خد لغه، مش يعني لغه شغلها حلو. تكون صعبه، مش كل الناس بتتعلمها، علشان يبقى لك مزيه عن الناس. ده الريسيرش اللي انت المفروض تقوم بيه، مش وظيفتي انا دلوقتي. ولكن انا بنصحك بصراحه باللغه اللي مفيش حد بيتكلمها، واللي هو لما حد يسمع ان انت بتتكلم كده يعمل ايه ده كده. however انا شايف ان انت لازم تتعلم عامه بقى، تشوف الكورسات بقى اللي موجوده في الدنيا دي، تشوف انت حابب ايه، تشوف انت شخصيتك جايه معاها بايه. يعني مثلا انت لو علمي علوم، في كورسات. انا مش عايز، انا نفسي ما دخلتش في الكورسات دي، بس انا شايف ان في المجال ده في حاجه انا ممكن اتعلمها. انا راجع لك في حته ان ايه ده كله، انا هتعلم كل ده والوقت وازاي، فكرني بس عشان انا هنسى. بس انا قصدي انت لو علمي علوم، انت ممكن في كورسات، انت دارس مثلا رياضه ودارس ساينس او دارس علوم، فانت ممكن تكليك معاك حاجه من الكورسات الكتيره اللي انت ممكن، اللي هي على فكره ليها لازمه. ما هو بص بقى، تعرف ليها لازمه ولا لا ازاي؟ انا عايزك تخش على لينكد ان، تشوف اسم كورس وتكتبه في لينكد ان. انا ما عملتش كده بصراحه، بس شوف وتشوف فرص الشغل. هل في ناس طالبه الشغل ده كتير ولا مش مطلوب؟
لو حسيت ان المكان ده او الكورس ده او الشغله دي ممكن تيجي معاك بفايده وانت حابب المجال، دوس فيه. فده كده كده بالنسبه للكورسات. ودي برضو يعني فاهم عشوائيه شويه، بس يعني هي الدنيا عشوائيه، انت لازم تجرب. لازم يعني انا مثلا علشان اطلع قدام الكاميرا دي، انا مش بقول ان انا اجمد حد في الحوار ده، بس انا افهمك حاجه. انا المفروض بعمل ثامبنيل. الثامبنيل ده محتاج ان انا اعرف يا اما كانفا يا اما فوتوشوب يا اما بيكس ارت. على فكره ده سكيل. لازم اعمل اديت للفيديو، ممكن اتعلم ادوبي بريمير، ممكن اتعلم دافينشي ريزولف، ممكن اتعلم فاينل كات. فده سكيل. ممكن علشان اطلع اكلمك لازم يبقى عندي اكسبيرينس في حاجه، فده سكيل. لازم يبقى عندي فاليو اصلا عشان تقبل مني معلومه، فانت لازم يكون عندك سكيل. انا قصدي اقول لك ان هو مش سكيل وهعملها خلصت. ما بقتش كده خلاص. اتمنى تكون الدنيا انت فهمت انا قصدي ايه. ألسن كليه حلوه طبعا، ولكن هي مشكلتها بالنسبه لي انها القسم بتاعي كان صعب جدا، فما كانش مسهل لي موضوع ان انا اسايد هاسل على جنب في اقسام في ألسن. ودي حاجه لازم تسال عليها لو انت داخل ألسن، تسال القسم بتاعك في الجامعه بتاعتك عامل ازاي. لان انا من وجهه نظري في ناس بتضطر عشان تذاكر لازم تبقى مجبره، لازم يبقى في دكتور هيسقطك، او لازم احفظ الكتاب ده كله عشان الامتحان يجي من الحته دي. انا ما بحبش ده، انا بحب اذاكر بدماغي. انا شايف ان لو كانت الدكاتره اهدى شويه والدنيا اهدى كان هيطلع احسن ما عندي. ودي شخصيتي، ممكن لو الدنيا اصعب واحد تاني يطلع احسن ما عنده. ولكن انا بوضح لك نقطه ان انت لازم تسال وتشوف شخصيتك في الموضوع ده علشان هتفرق. تشوف انت من النوع اللي بيطلع احسن ما عنده لما يكون مضغوط، ولا لما تكون الدنيا حلوه هو بيطلع احسن ما عنده، ممكن يلقط احسن. دي برضو نقطه خدها في الحسبان، لانها برضو حاجه يعني زي ما بقول لك ألسن كليه تحفه. هو في الاخر انت محتاج من الكليه ايه غير ان انت محتاج الشهاده، لان انت تبقى باتشلر علشان لو سافرت بره يبقى معاك 3 نقط بدل نقطتين مثلا، لو بدل نقطه واحده لو انت ثانويه عامه. انا بكلمك بجد. اوكي هو ميجر، اوكي تحفه. انت هتتعلم الحاجه دي وتستكفى بيها، يبقى ملهاش لازمه. دي وجهه نظري. لازم تبقى تحفه من كل حاجه. يعني this is a lot of work. it is. هو فعلا شغل كتير، بس دي وجهه نظري، وانا مش شايف سبب قريب يخليني اغير وجهه نظري دي. وانت لازم فعلا تحدد ظروف في حاجات كتيره جدا. انا مش عايز اخش في السكه دي علشان انا هضيع وقتك اكتر من كده بكتير، بس انا قصدي اقول لك ان انت ما تستكفاش عامه. وده مش موتيفيشنال سبيتش. انا مش عارف يعني ده ممكن يفيد حد ولا لا، ولكن انا عايزك تعرف تدرس الموضوع، تشوف كل حاجه. ولعلمك انت ممكن تبقى في مجال معين، وده مش وحش خالص ان انت تبقى في مجال معين وتبقى عايز تشوف المجال التاني كده، تبص عليه تشوف بيقول ايه. وده اللي انا بقوله، ان انت برضو اعمل كل حاجه بحيث ان انت تبقى طالع اوكي المجال ده انا شايف نفسي فيه وممكن نعمل منه كذا وكذا وكذا. فهي بتمشي كده. بس اهلا بيك في الحياه الجامعيه لو انت خريج ثانويه عامه. يلا اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبالمناسبه عايزين بقى نعمل بروموشن للكورس بتاعنا. معانا مفاجاه لو انت حابب تشترك في الكورس. انا بعد كده هعمل اصلا فيديو تاني ازاي تشترك في الكورس. لو انت عايز تشترك في الكورس بندرس اسباني سوا، والكورس ده هينزل على يوديمي لو انت حابب تشترك في الكورس، لان الكورس هيبقى طويل، هيبقى لكل المستويات ان شاء الله. دي جيرني يعني. وانا عامل يوتيوب شانل برضو لو انت حابب تشترك على اليوتيوب شانل، وانا برضو هنزله على الشانل دي. فهو هينزل على 3 بلاتفورم، هينزل على يوديمي وهينزل على يوتيوب وهينزل على 1B سبانيش. دي شانل جديده انا عاملها. ف يعني لو انت حابب تتعلم اسباني معانا، اتمنى ان انت تشترك في اي حاجه من ال3 دول، يا اما في ال3. بس يا سيدي، واشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وما تنساش تعملها فولو بقى، تمام، ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس والكلام ده. واشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.